جهاز موازي لوزارة الداخلية شنو اللي يخليكم تربطوه تحديدا بحركة النهضة؟ يعطيك الصحة. هو هذا السؤال الأول، جهاز موازي ولا مش جهاز موازي؟ الإجابة نعم جهاز موازي. هذا بالمناسبة على عكس ما سمعنا في التقرير، ماهوش استنتاج، هذه خلاصة نتاع الجزء الاول من التحقيق نتاعنا، احنا نقولوها دي مانير افيرماتيف ونتحملوا فيها مسؤوليتنا، ماهوش تخمين. هذا جهاز موازي ينشط بطريقه غير قانونيه، حتى ولو كان النوايا نتاعو تكون طيبه، ولكن مش هذه تونس اللي نحبوا نبنيوها، هذا ما فيش كلام. جهاز موازي الداخلي. دونك شنو اللي يخليك تعمل عمليه الربط؟ نعملوا ربط مع حركه النهضه سهل برشا. احنا قلنا بالحسن وعلي، بالطبيعه ما وقفناش غادي، مشينا وبحثنا على شكون بالحسن وعلي. العمليه سهله برشا. بالحسن النقاش رئيس النيابه الخصوصيه ما يسمى سابقا بلديه المدينه الجديده، موظف بالشركات الحديديه. بالمناسبه في فيديو من الفيديوهات يفسروا اللي هما باش يهزوا الفلوس في كرهبه وباش يرجعوا سلاح في الفاغونه نتاع القياده نتاع الترا. احنا هذه وحدها كانت صدمه، يعني شوف الاستسهال نتاع الدوله التونسيه كيفاش قاعدين يتصرفوا معاه. يعني فتره، يعني انت طالع في ترام مع العائله نتاعك، مروح من صفاقس ولا من جابس، في الفاغونه فما سلاح سهله برشا. عضو مكتب النهضه بالياسمينات، هذوما ما هماش تخمينات، هذوما معلومات ثابته. علي الفرشيشي وكيل شركه، بالمناسبه هو شريك الصادق دمق وعضو في حركه النهضه. هذه العناصر الاولى. العنصر الثاني اللي يقولوه في نقاشاتهم معنا اللي هي مسجله، نذكر مره اخرى. العنصر الثالث في الفيديو بيدها، فما برشا مواقف في الفيديو مع بعضهم يحكيوا، منها الفيديو اللي حطيناه، الاكستري اللي حطيناه النهضه، علاش قلنا النهضه، فما 9 دقائق كاملين كوندونسي على الاخر، خاطر 7 سوايع واش الحكايه كلها اللي يحكيوا فيها عن النهضه اون طونك اسلاميين، اون طونك نهضه، اون طونك ابناء الحركه. في وقت من الاوقات يقولوا احنا ابناء الحركه ومستعدين نموتوا على خاطرها، واكثر من هكا في وقت من الاوقات يقولوا العمليه هذه كيفاش صارت عن طريق شخص، مع الاسف مره اخرى ما نجمناش حد هويته بالضبط، خاطر في مستوى معين المصادر كلها تتقص بطريقه غير عاديه. اسمه كمال هذا على ما يبدو وحسب المعطيات اللي عندنا كل كادر كبير في حركه النهضه. لوجنا بالطبيعه في القوائم الرسميه نتاع مجلس الشورى، نتاع مجلس المكتب السياسي الى اخره، ما فماش معطيات واضحه. دونك هو اللي حطهم على اتصال مع سي فتحي دمق، هو اللي اعطاهم الفكره هذه كلها على اساس الايقاع بفتحي دمق، وهو اللي نسق الشيء هذا مع وزاره الداخليه باش ابارتير من 13 نوفمبر الحكايه تاخذ اطار قانوني.